بسم الله الرحمن الرحيم. معكم كابتن احمد جمال، شهير بالكابتن انوش، تابع لاكاديميه سويمنج دكتور اكاديمي. دي اكاديميه متخصصه في تمرين السباحه وتسجيل الاستارات وتسجيل السباحين في البطولات. مبدئيا عندنا هنا احنا رقم واحد بندخل من جهه السباحين رقم واحد لحاجه اسمها ستار 1 2 3 4. طيب ايه لازمه الاستارات دي معانا؟ احنا بنستفاد بيها ان احنا بنشتغل على 1 مهاره 25 حره 25 باك. طيب مهاره ستار 2 احنا بنشتغل على 50 حره 50 باك، واهم حاجه الترن معانا. طيب ستار 3 و4 احنا بنشتغل على المياه المتنوع. بيكون عباره عن باك دولفين، باك، بريست، حره، واهم حاجه الترنات ما بين المتنوع. طيب احنا ايه لازمه حاجه اسمها ستار بالنسبه للناس كلها اللي بتسال يعني ايه ستار؟ مبدئيا الستار بيكون عباره اختبار للسباحين من الاتحاد المصري للسباحه علشان يسجل في نادي عشان يعرف يلعب بطوله رسميه. طيب ينفع يلعب بطوله رسميه من غير ما يكون دخل اختبار الستار؟ لا، لازم يكون دخل اختبار الستار 1 3 4 كده بيتسجل، بعد كده بيلعب باسم الانديه باسم الاكاديميات، بتسجل بيلعب بطولات رسميه، باذن الله يحقق كل الانجازات ان شاء الله معانا. طيب مبدئيا دلوقتي هو احنا بنستفاد ايه من حاجه اسمها سباحه؟ طيب سباحه رقم واحد وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اتنين اثبت علميا ان هي بتقوي المناعه، بتقوي الجسد، بتقوي عضله القلب، فيها فايده كبيره جدا عكس التمرين وعكس اي حاجه، فيها فايده كبيره جدا. فاتمنى ان احنا نكون اسعدنا الناس كلها. اللجنه بتشيد بالاختبارات، بتشيد بكل مستوى السباحين. طبعا بنشكر كل مدربين السباحه، لكل الموجودين اللي تعبوا معانا، تعبوا مع الاولاد، تعبوا مع السباحين. بنشكر اللجنه اللي تعبت معانا ان هي طلعت بالمنظر المستوى الكويسه جدا. بنشكر كل اولياء الامور اللي موجودين هنا علشان قاموا بفضل واجب كبير جدا. بنشكر كل العاملين بالنادي، طبعا بنشكر مجلس الاداره، المستشار سمير الزهار، وبنشكر الاستاذ تامر شوشه المشرف على نشاط السباحه. بنشكر كل اداره مجلس النادي، بنشكر كل اللي موجودين. الف شكر ليكم والى اللقاء. عبد الرحمن محمد غريب، ولي امر الطالب زين عبد الرحمن. بنتكلم النهارده على جاي ان شاء الله. زين النهارده جاي ستار 3 4، وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله النهارده، والحمد لله تنظيم كويس، والحمد لله على كل شيء يعني. ان شاء الله ربنا ان شاء الله الحمد لله. يعني زين الحمد لله مع الكابتن سامح العميد بيدربوا كويس، بقاله حوالي فتره بقاله 4 سنين دلوقتي في تدريبات. فان شاء الله النهارده بالنسبه له التدريب الستار 3 1 ان شاء الله يكون والله الحمد لله. هو تنظيم لحد دلوقتي كويس جدا، والناس الكباتن اللي هم الدكاتره اللي هم بيقيموا، انا شايف ان هم يعني شايفين شغلهم كويس، ان هم بيبصوا على اللاعب عامل ايه، بيبصوا على التدريبات بتاعته او التقييم بتاعه. انا حاسس ان هو ما شاء الله يعني كباتن كويسين صراحه يعني. شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد صبحي، والد عمر محمد صبحي، هو في ستار 1 ورايح 2 إن شاء الله. إحنا أساسا أعضاء في نادي بهتيم ومشتركين في الأكاديمية، بس للأسف تغيبنا شوية، فإحنا دلوقتي في أول ستار لينا يعني إن شاء الله يعني. فربنا يكرم إن شاء الله، والمكان محترم، وكابتن أحمد رضا وكابتن أحمد مصطفى وكل القائمين بصراحة، وكلهم ناس محترمين جدا يعني. وإحنا نتمنى طبعا نادي بهتيم يبقى أحسن وأرقى بكتير يعني. الحمد لله رب العالمين. اولا انا بوجه كلمه شكر طبعا لكابتن احمد رضا وكابتن احمد مصطفى وكابتن محمود وكابتن شريف، كل الافاضل دول يعني هم فعلا تعبوا مع الاولاد يعني. وكمان بوجه الشكر طبعا لكل الناس اللي جم يختبرونا النهارده من بره يعني، اللي تعبوا ومجهودهم معانا، وان شاء الله يا رب يكون بالتوفيق باذن الله يعني. انا ولية امر ياسين اسلام. احنا بقالنا 6 شهور في الاكاديميه ميجا مع كابتن اوكلايماء وكابتن مجدي. الصراحه هم كويسين جدا في التعامل، اداره كويسه جدا، والصراحه موضوع التدريب ده بيفرق معانا احنا كويس قوي. حتى لما بنروح مصايف ولا حاجه ياسين بيتعود ان هو يعتمد على نفسه. الصراحه بشكرهم جدا 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 على تعاونهم معانا. شكرا. أنا اسمي نهاد محمد، ولي أمر الطالبة غنى هشام. بقالنا حوالي سنة كده في الأكاديمية. ما شاء الله النهاردة كان اليوم حلو جدا، وكان بجد الناس محترمين جدا جدا،
يعني ان شاء الله نفضل مستمرين ان شاء الله، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله يا رب. كلمة تدعينا للقائمين على الف شكر ليكوا، بتعملوا مجهود كبير جدا، ويا رب دايما من نجاح لنجاح ان شاء الله، ونفضل معاكم ان شاء الله مستمرين. كريم ابراهيم محمد، والد الطالب ابراهيم كريم ابراهيم. بقاله 3 سنين دلوقتي. اللي صار جميل، وانا مبسوط ان ابني يعني كان متألق وشايف اداؤه. الكباتن بتوعه قال لك هو كان يعني فوق الممتاز، وانا الحمد لله بشكر ربنا اللي هو يعني نجح في اللي صار وجاب، يعني كله شكر فيه. واشكر الناس القايمين على الاستار ومجلس الاداره برئاسه المستشار سمير الزهار. اسمي ابراهيم كريم. وصلت فين النهارده؟ الحمد لله وصلت مستوى حلو. خدت مراكز كتير، 1 و 2 3 و 4، دلوقتي بقيت في بتاع بطولة، وان شاء الله في الستار الجاي هطلع المنتخب. كلمة تقولها للكابتن اللي تعب معاك النهارده. مين من الكباتن تعب معاك؟ وانا بشكر كابتن شريف اللي تعب معايا قوي، وانا بشكر كابتن شريف اللي ساعدني النهارده، وكابتن احمد وكابتن محمود وكابتن طلعت وكابتن احمد كابتن احمد. احمد 6 سنين. النهارده ايه رايك في الستار النهارده؟ جميل والحمد لله. شاركت فيه حلو؟ كلمة تقولها للكابتن النهارده تقول له ايه؟ كابتن شريف الله يشكره، هو ساعدنا وكده، وكابتن احمد وكابتن طلعت وكابتن احمد رضا مين تعب معاك في البيت؟ ماما وبابا. طب كلمة تقولها له. الله يشكرهم وهم. سامي عناني، والد احمد سامي. طب النهارده الستار مشاركين فيه؟ الستار كان ممتاز، وبشكر الاكاديميه بتاعته وبشكر الكباتن بتوعه، بيتعبوا معاه بصراحه وكلهم ممتازين بصراحه. الله يوفقهم. كلمة توجهها للكباتن النهارده بتوع الاكاديميه؟ بشكرهم والله، بشكرهم جدا بصراحه، بيتعبوا مع الاطفال وبيساعدوهم وما بيبخلوش عليهم بشيء. الله يوفقهم. أنا مامة الكابتن ريان سيد. احنا بنتدرب في أكاديمية ميجا مع كابتن أقليماء وكابتن مجدي. المدرب بتاعه كابتن زياد، بقالنا 1.5 سنة، ومجهود كابتن زياد باين في الستار النهارده. وبس ريان بقى هو اللي يقول. انت بتتمرن مع مين؟ مع كابتن زياد. ايه رأيك في تمرين كابتن زياد؟ حلو. بتحب كابتن زياد ولا لا؟ بحب. وكابتن أقليماء تحبها؟ الحمد لله اشترك النهارده. جميل والحمد لله. طبعا كابتن زياد احنا بقالنا اسبوع كل يوم بنتمرن علشان يبقوا النهارده بالمستوى اللي طلعوا بيه دوت، والحمد لله انا راضيه جدا النهارده. في تقدم؟ جدا جدا جدا. بصراحه كابتن زياد هو اللي يعني كان هارد وركر قوي الاسبوع ده كله مع ريان. اشكرك وان شاء الله نتقدم. شكرا. تمام. السلام عليكم، انا بلال فؤاد، انا ولي امر السباحين الصغيرين مالك وانس. هم بيلعبوا مع كابتن حماد هرم، شكرا ليه طبعا مع اكاديميه مدريد. هم بذلوا مجهود كبير قوي مع الشباب لغايه ما شاء الله النهارده مالك في ستار 2 كان اداء ممتاز، وانس الحمد لله النهارده ستار 3 و 4، والحمد لله بقى سباح ومستنيين بقى الكارنيه بتاعه عشان يبدا يشترك في البطولات. يعني حابب اشكر الكابتن حماد على المجهود بصراحه اللي هو بذله معاهم السنتين 3 اللي فاتوا يعني، وبشكر طبعا لاكاديميه مدريد على الاداء الممتاز ليهم. يعني تحب تقول حاجه للكابتن؟ شكرا يا كابتن حماد، اللي انت كنت ادائك حلو معانا وخليتنا دلوقتي نكون ناجحين في السباحه. انت شاركت في بطوله ثانيه قبل كده؟ لا. دي اول بطوله ليك؟
حققت فيها مركز كويس؟ الحمد الستار لله النهارده المركز الاول الحمد لله. كويس. حققت فيه مركز ايه؟ اول ان شاء الله. شكرا. شكرا يا كابتن حماده. تقول حاجه يا بطل؟ وده بقى اللي جاي ان شاء الله، ده البطل الصغير اللي لسه بنعده كابتن حماده ياخده يربيه. شكرا لمجلس الاداره وشكرا لكم. بكده المستشار سمير الزهار والمشرف تامن. شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن اسلام عرفات، أكاديمية السويمنج دكتور أكاديمي. معانا هنا اختبارات النجوم من الاتحاد المصري للسباحة فرع نادي بهتيم. الأكاديمية لها فروع، 4 فروع: فرع نادي بهتيم شبرا الخيمة، فرع جسر السويس حديقة بدر، وفرع زهراء مدينة نصر، وفرع الجلاء مصر الجديدة. كابتن باهر مدرب احتياجات خاصة من شبرا الخيمة نادي بهتيم، شغال حاليا في جميع الفروع، مدرب سبيشال ومدير أكاديمية السبيشال، شغال في التجمع الخامس، شغال في مختلف أندية كتير. الشغل بتاعه الله أكبر جميل، في البطولات اشتغل وناجح، وإن شاء الله نتمنى له التقديم والتفوق إن شاء الله. الصراحة أنا سعيد جدا إن أنا في كيان زي الكيان ده، كيان دكتور سويمنج أكاديمي في نادي بهتيم هنا، الفرع الأول للأكاديمية. طبعا هو مش آخر فرع، هو ده أول فرع للأكاديمية، وبعد كده فتحنا كذا فرع تاني. إن شاء الله دي مش آخر حاجة، دي يعتبر البداية بالنسبة لنا إن إحنا نعمل إصدار واختبارات للنجوم للسباحين، وإن شاء الله دايما هنفضل في تقدم كده، وهنفضل دايما نطور. مع كابتن زياد في أكاديمية ميجا أكاديمي مع كابتن مجدي وأقليمات، وبتمرن وبحب التمرين قوي. كنت كويسة قوي في الستار النهارده، وطلعت أول واحدة في الستار. سجدة، بتمرن في نادي بهتيم، بتمرن مع كابتن عمر سيد ميجا أكاديمي، مع كابتن مجدي وكابتن أقليمات. عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن باهر رياض عبد السلام، مصر للكبادي، مدرب نادي بهتيم للكبادي. الأول حابب أشكر كابتن أحمد المنسق الإعلامي للنادي والقائم على أعمال الصفحة، مجهود جبار بيبذله لتغطية جميع الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية في النادي. برشح للشباب والسادة أولياء الأمور سويمنج دكتور أكاديمي، أكاديمية ممتازة الصراحة، مدربين على أعلى مستوى، علم وخبرة، لباقة، برامج تدريبية محترمة، اهتمام بالسباحين بره المية وجوه المية، برامج غذائية، متابعة دورية لجميع السباحين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كابتن زياد، شغال مع ميجا أكاديمي، كابتن مجدي وأقليماء. شغال معاهم بقالي بتاع 4-5 سنين. اتعلمت من كابتن مجدي كتير وكابتن أقليماء. كابتن مجدي تكنيكال جامد جدا، كابتن أقليماء إدارية مفيش منها 2 في مصر، بتكلم بجد. النهارده كان معانا سباحين مشاركين في الستار، أدوا كويس، تعبنا معاهم في التمرين بجد، وهم عملوا اللي عليهم في المية، وسباحين على الحمد لله يعني. شكرا. معكم كابتن يوسف ابراهيم، مدرب مدارس وفرق سويمنج دكتور اكاديمي. حابب اشكر السباحين، النهارده كان مستواهم كويس يعني، وباذن الله اشوفهم ابطال بعد كده يعني. شكرا. السلام عليكم. بتدرب فريق زعانف مع كابتن زياد وكابتن مجدي، والحمد لله حققنا من اول 10 تصفيات في البطوله اللي فاتت، وان شاء الله داخلين البطوله الجايه، وان شاء الله نحقق رقم مع كابتن زياد وكابتن مجدي. اسمي جوزي احمد، وبتدرب مع كابتن زياد وكابتن عمر، وبتدرب في اكاديميه ميجا سويمنج مع كابتن مجدي وكابتن اقليماء،
والنهارده كان ستار 2 دخلت وجبت درجة كويسة. كلمة تقولها للكابتن؟ شكرا عشان دربني وعرفت انجح في الستار.